ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب سنة 5، معايا الدرس التاني من المفهوم التاني في العلوم للترم التاني. عارفين طبعا احنا كنا بنتكلم عن المسطحات المائية والمياه العذبة على سطح الأرض. طيب النهاردة برضو هنكمل كلامنا على نفس الموضوع. احنا برضو بنتكلم عن المياه العذبة، وبنقول ان الموطن بتاع المياه العذبة ده او البيئة بتاعة المياه العذبة، عارفين ان طبعا بيعيش فيها حوالي 10% تقريبا من انواع الحيوانات المختلفة. طبعا لما بيعيش فيها 10% يعني دي كمية قليلة جدا حول العالم، فبالتالي الحيوانات دي هتبقى مهددة بالانقراض لو احنا محافظناش على المياه دي وقدرنا ان احنا نعملها مستدامة معانا. فبالتالي هيبقى الحيوانات اللي هي اصلا قليلة ومختلفة في العالم هتبقى مهددة بالانقراض. طيب لما اجي ابص هنا الصورة اللي عندي دي طبعا نتجت عن ندرة المياه اللي هتحصل لو احنا محافظناش عليها، ودي نقص الجودة. يعني بصوا الاسماك هنا ميتة لان المية بقت سيئة ولا تصلح للحياة، يعني ما تصلحش لحياة الكائنات الحية. دي المخاوف اللي انا ممكن اقابلها لو احنا ما حافظناش على المية العذبة. طيب طبعا ديت قلنا جفاف، فطبعا ده هيهدد حياة اصلا الكائنات الحية بما فيهم الانسان وبما فيهم الحيوان وكل الكائنات الحية على سطح الارض. هنا ديت موت الاسماك، طبعا ده فقدان حياة كثير من الكائنات البحرية لان المية بتاعتهم بقت غير صالحة او بقى فيه نقص في المياه، وده هيعرض طبعا الاسماك الى خطر الانقراض، برضو مش هيبقى موجودين. طيب هل بيستطيع الانسان الاستغناء عن المياه العذبة؟ لا طبعا الانسان مش هيقدر ان هو يستغنى عن المياه العذبة. ليه ما يقدرش يستغنى عن المياه العذبة؟ طبعا لانه لا يستطيع البقاء بدون المياه، وطبعا لانه بيستخدمها في حاجات كتيرة جدا زي الشرب وزي الري والزراعة والصناعة، وطبعا توليد الطاقة زي الكهرباء. فطبعا دي مهمة جدا. وعرفنا طبعا من الدرس اللي فات ان جسم الانسان 3/4 جسم الانسان بيتكون من المية. يعني زي ما احنا شايفين هنا كده الصورة بتبين ان 3/4 جسم الانسان اهوت بيعتبر مكون من ماء، لان كل الاجهزة والدورة الدموية والدم وسريانه بيعتمدوا على المياه. طيب هنا النبات، ما ينفعش ان انا ازرع نبات بدون ان انا ارويه، ما ينفعش ازرع نبات بدون ما يحتاج لمياه. لازم النبات اساسه زي ما اساسه تربة يتزرع فيها، طبعا المياه مهمة وضوء الشمس مهم علشان النبات يكبر، فيبقى المية من اساس برضو حياة النبات. طيب طبعا احنا عارفين ان في مناطق حول العالم كتير فيها صراعات على الماء العذب علشان المياه العذبة مش متوفرة بنسبة كبيرة جدا على سطح الأرض، وده ممكن يعرضنا للجفاف لو احنا ما قدرناش نحافظ على المياه دي. فمن الطرق اللي الإنسان حاول ان هو يحافظ بيها على المياه هو حاول ان هو يعمل سدود وخزانات علشان يقدر يحافظ على المياه بشكل أفضل. طيب لما بنى السدود دي بناها ليه؟ قلنا عشان يحافظ على المياه. طبعا السدود بتسمح بتخزين كميات كبيرة من المية خلال فترات الجفاف. اقدر ان انا استخدم المية اللي انا خزنتها دي في الري، في الزراعة، في الصناعة، في توليد كهرباء، في وقت ما تكون المياه نسبتها جفت شوية عندنا. طيب في حاجة اسمها كمان مستجمعات المياه. ايه هي مستجمعات المياه ديت؟ هي منطقة بتتجمع فيها المياه من مصادر طبعا مختلفة، سواء نهر سواء بحيرة ايا كان، هي بتتجمع فيها المياه من مصادر مختلفة. طيب بتتجه هذه المياه في اتجاه واحد نحو منطقة مشتركة. يعني زي ما احنا شايفين هنا في الصورة ديت اهو، ادي بحيرة بتتجه اتجاه التدفق بتاعها كان كده، ونهر جنبها هوت اتجاه التدفق بتاعه برضو اتجاه البحيرة. في تيارات مائية اهيت زي ما احنا شايفين اهي كلها متجهة اتجاه واحد مشترك، كله هيصب فين؟ عند البحيرة. يبقى هو مسطح مائي. ايه هي المستجمع المائي؟ هي مسطح مائي كبير مثل بحيرة، خليج، محيط، ايا كان. التلاتة دول يعتبروا من المستجمعات للمياه. وكمان هي منطقة منخفضة من الأراضي بتتجمع فيها المية.
مستجمع يعني هجمع فيها المية، يعني اي مياه هتنزل عندي هتتجمع في المكان ده، وهو طبعا بيبقى مكان منخفض زي ما قلنا البحيرة مكان منخفض، الخليج بيبقى برضو مكان منخفض. طيب لما اجي اقول كيف تتكون بقى المستجمعات ديت، المستجمعات دي بتتكون ازاي؟ تتدفق المياه من المنبع عبر الجدول، يعني روافد النهر زي ما احنا شايفين في الصورة هنا اهي، روافد النهر بتتجمع في ناحية المستجمع هنا في اتجاه المستجمع. كمان بيستمر تدفق المياه دي عبر الجدول في المسطح المائي الأكبر منه اللي هو النهر، يعني المنابع اهيت وروافد النيل كلهم بيبتدوا يتجمعوا عند النهر لحد ما يوصلوا لمين؟ لمنطقة مستجمع المياه. يعني ديت الايه المصب بتاعهم كلهم بيجي عندي من المنابع ويمشوا في روافد النهر زي روافد النهر بتاعنا، وبيفضلوا متجهين في نفس الاتجاه، كلهم بيشتركوا فين؟ في منطقة المستجمع دي. طيب يبقى لما اعرف ان ايه كله بيمشي في نفس الاتجاه، روافد النيل بتتدفق المياه الى النهر، كمان النهر بتتدفق المياه وبتتجمع فيه كلها عند مستجمع المياه وبتكون لي المكان ده زي نهر، زي بحيرة، زي خليج، كل دوت قلنا بيعتبروا مستجمعات مياه. طيب لما اجي اعرف بقى مستجمع المياه هقول عنه ايه؟ هقول ان هو مساحة من الاراضي تتدفق فيها المياه من مصادر متعددة زي ما قلنا روافد نهر او منبع او النهر ايا كان، كل دوت بيصب في مكان واحد وتتجه في اتجاه واحد نحو منطقة مشتركة. يبقى تاني نقول مستجمع المياه هو ايه؟ مستجمع المياه هو مساحة من الارض تتدفق فيها المياه من مصادر متعددة وتتجه في اتجاه واحد نحو منطقة مشتركة. طيب ايه هو جداول المياه؟ يعني ايه جداول المياه؟ جداول المياه دي عبارة عن روافد النهر بتتدفق من انهار كبيرة اكبر حجم منها، وطبعا ده بيؤدي لتكوين مسطحات مائية اكبر. يعني روافد النيل دي او جداول النهر بتبتدي تنزل من انهار كبيرة اكبر حجما الى روافد صغيرة زي كده تتجمع على شكل نهر او مسطح كبير من الماء. طيب ازاي بتتصل المسطحات المائية ديت ببعضها؟ 2 3. قلنا بتتصل المسطحات المائية ببعضها، يعني لما اقول ان المنبع بيتصل بالمسطح المائي في اتجاه واحد اللي هو المصب، يعني اذا حصل اي حاجة للمنبع طبعا بيؤدي الى تأثير في المصب. يعني لو المياه بتاعت المنبع دي حصل فيها تلوث بيؤدي الى طبعا تلوث مياه المنبع المصب اللي وصل للمياه. لو حصل ان المية بتاعت المصب قلت شوية هيؤدي معايا الى برضو قلة في مياه المصب. يعني اي حاجة هتوصل هتحدث في المنبع هتؤدي بيا نفس الحاجة الى المصب. يعني اي حاجة اساسها مش كويس او مش نظيف هتؤدي بيا برضو الى تلوث في المصب اللي هيوصل في الاخر. يعني لو عندي المنبع ده في تلوث حصل فيه، هو هيفضل التلوث يمشي 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 لحد ما يوصل لمستجمع المياه، بالتالي مستجمع المياه ده هيتلوث هو كمان. لو قلت مستوى المياه في المنبع هنا او في الروافد، من المنبع للروافد هتنزل المياه قليلة، فبالتالي هتوصل لمستجمع المياه قليلة جدا. طيب لما اجي ابص للتغيير، تأثير التغيير في مقدار الامطار على توازن المياه داخل المستجمعات، يعني زي ما قلنا ان اي حاجة المسطحات كلها مترابطة ببعضها. لما اقول ان في تغير حصل في سقوط الامطار بكمية اكبر مما يؤدي للنهر او المجرى المائي ان يحتويه، يعني لما يحصل عندي سقوط امطار بكمية كبيرة جدا، ايه اللي هيحصل في المجرى المائي؟ هيبقى حدوث فيضان عليه لان هو كميته كبيرة جدا ولا تحتويه، يعني هيحصل فيضان عندي. ليه؟ لان الكمية بتاعة الامطار كانت اكبر من المكان اللي هيحتويه النهر. طيب لما يحصل تغير عندي في سقوط الامطار وتبقى بنسبة قليلة جدا، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندي زي ما احنا شايفين هنا، وده اسمه جفاف. هينخفض مستوى الماء وطبعا قد يجف المجرى المائي او النهر. لما هيبقى
المصب عندي المنبع عندي مفيهوش كمية امطار مناسبة، بالتالي لما هتوصل عندي للمصب المية هتقل جدا ومش هيبقى فيه وممكن توصل لجفاف. طيب لما التغيير عندي يكون في سقوط الامطار بكمية معتدلة، يعني كمية الامطار هتبقى متوازنة، لا هي كتيرة ولا هي قليلة، هتبقى نتيجتي ايه؟ ان هو المجرى المائي هيبقى الماء فيه متوازن او ثابت معتدل. يبقى ده يدللي ان اي تغير هيحصل في المنبع هيحصل للمصب. اي تغير في المنبع سواء من كثرة في سقوط الامطار او غزارة في سقوط الامطار هيؤدي بيا لحدوث فيضان، المنبع هيفيض مياهه لان هي كتيرة جدا عليه. لو حدث عندي ان المياه كانت بكمية قليلة جدا، ايه اللي هيحصل في المصب؟ هيبقى الماء منخفض وقد يجف المجرى المائي. طب لو حصل سقوط امطار بكمية معتدلة، هتبقى نتيجتي ان انا المجرى بتاعي هيبقى مياهه معتدلة او متزنة او ثابتة. يبقى كده عندي ان عدم اعتدال كميات الامطار هيؤدي الى حدوث فيضان او جفاف. هنا عدم اعتدال، اخد بالي جدا من الكلمة دي، عدم اعتدال يعني لو كمية المطر ما كانتش معتدلة هتبقى يا اما زيادة هيحصل فيضان، يا اما قليلة هيحصل جفاف، لكن لو معتدلة هيبقى عندي المصب المياه فيه معتدلة جدا. وبكده يبقى درسنا خلص النهاردة. ممكن نشوف اختبر نفسك. هنقول هطول الامطار اكثر مما يمكن للنهر ان يحتويه، اكثر مما يمكن للنهر ان يحتويه يؤدي الى حدوث ايه؟ هيؤدي الى حدوث فيضان. احنا قلنا اكثر من اللي النهر ممكن يحتويه هيؤدي لحدوث فيضان. زي ما اكون بكب في كوباية المية، افضل اكب فيها لحد ما تتملى على اخرها خالص وتكب معايا، ده حصل فيها ايه؟ حصل فيها فيضان، لان الكمية المية اللي انا كبتها اكتر من الكوباية ممكن تستحملها. طيب تاني حاجة، يصبح الماء موردا ثابتا عند ايه؟ لما المية تصبح عندي مورد ثابت عند ايه؟ مستوى منسوب المياه، عند توازن ولا خلل؟ هنقوله طبعا توازن، لان توازن المية هيعمل عندي توازن في منسوب المياه. اكتب المصطلح العلمي: مساحة من الأرض تتدفق فيها المياه من مصادر متعددة نحو منطقة مشتركة. هي ايه؟ هي مستجمع المياه. دي مساحة من الأرض كل المياه بتتدفق فيها من مصادر مختلفة، وبتكون دي المساحة المشتركة بينهم هي مستجمع المياه. طيب روافد تتدفق إلى أنهار أكبر حجم مما يؤدي إلى تكوين مسطحات مائية أكبر. الروافد اللي بتتدفق من أنهار كبيرة وبتؤدي بيا لمسطحات أكبر شوية بس طبعا أقل منها في الحجم هي جداول المياه. أعلل: يعد الماء مورد ثمينا على سطح الأرض. ليه المياه مورد ثمين على سطح الأرض؟ لأنه المياه أساس الحياة على سطح الأرض، ولأن تستخدم في العديد من الأنشطة مثل الري والزراعة والصيد وهكذا وباقي الأنشطة. وبكده نبقى خلصنا درسنا النهاردة. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة واعملوا شير لأصدقائكم عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.